لو عايز تعرف ازاي تكسب 25% زيادة في دورة التسمين من غير ما تدفع جنيه واحد زيادة في العلف، او لو حتى مربي حيوانات لبن ازاي ترفع معدلات انتاج اللبن عندك من 15 ل 25% من غير ما تدفع جنيه واحد زيادة في العلف، تابعني لنهاية الفيديو عشان تعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حمادة عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجندي المجهول في عملية التسمين او في التغذية عامة في مزارع الانتاج الحيواني، سواء مزارع التسمين او مزارع انتاج الالبان. ايه الجندي المجهول ده؟ بنلاقي ان الكثير من المربيين بيهتم بجودة العلف. ناس كتير بتدور على نسبة الطاقة، نسبة البروتين في العليقة، جودة العليقة بتاعتي. ناس كتير ممكن تغير العليقة وتقول ده العليقة مش كويسة، او اقبال العجول عليها بيقل، او العجول صدى من العلف. وممكن يكون السبب مش في العلف. امال السبب ممكن يكون في ايه؟ السبب ممكن يكون في المية. في المية، طبعا في المية. لان المية انا عندي الهدف عندي في عملية التسمين او في عملية التحويل الغذائي ان انا انقل العلف من كونه علف لكونه منتج حيواني، سواء لبن او لحم. يعني ايه؟ يعني انا هنقل عندي العلف عشان يبقى لحم. المواصلة دي ايه اللي هيوصله؟ ايه اللي هيوصل العلف من كونه علف لكونه منتج حيواني؟ العلف هنا اللي هيوصله المية. المية هنا هي الوسط اللي هيقوم بعملية توصيل المكونات الغذائية او المادة الغذائية ديت اللي موجودة في العلف بتاعك لخلايا عشان تبدأ ان هي تستخدمها بقى كطاقة وبروتين عشان تنتج، او عشان يبقى في عندك نمو، او هيبقى عندك في انتاج للبن. طيب، هنتكلم في الفيديو بتاعنا النهاردة عن كمية المية. هنتكلم عن المواصفات المثالية للمية. المية بتاع الحيوانات لازم تكون مواصفاتها ايه. هنتكلم عن المشاكل اللي ممكن تنجم عن استخدام مصدر مية غير صحي للعجول. هنتكلم عن الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها المربين. كل دي حاجات هنتكلم عنها النهاردة في الفيديو بتاعنا. فبداية لما نيجي نتكلم عن المية، لازم تكون عارف ان تركيب بيئة الكرش اصلا هنلاقي فيها 85% منها مية في سائل الكرش. هنلاقي ان الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الكرش اصلا بتحتاج وسط مائي عشان تقدر تحلل المواد الغذائية اللي موجودة في العليقة بتاعتك، وتقدر كمان ان هي تتضاعف او تتكاثر في العدد. كمان بنلاقي ان المية ديت هي اللي بتقوم بنقل المكونات الغذائية المهضومة ديت داخل الجسم عشان تبدأ ان هي الخلايا تستخدمها في عمليات الانتاج. هنتكلم كمان نلاقي ان المية ديتي بتكون 87% من اللحم ومن اللبن بتبقى مية. هنلاقي ان المية ده الوسط اللي بيقوم فيه جميع التفاعلات اللي بتتم داخل الجسم. فبالتالي اهتمامك بالمية لا يقل أهمية عن اهتمامك بجودة العلف. لازم المية عندك تكون جودتها عالية عشان العجل ممكن يشرب، ولكن يكون مضطر ان هو يشرب، مش عشان هو محتاج يشرب او ان المية مناسبة ليه. يعني ايه؟ يعني انت المية عندك لو المية جودتها اقل هتلاقي العجل بيشرب كمية قليلة. طب هو المفروض العجل يشرب كام؟ العجل هنلاقي ان كل 1 كيلو جرام مادة جافة بتحتاج من 3 ل 5 لتر من الايه؟ من المية. هنلاقي كمان ان انتاج اللبن كل لتر من اللبن بيحتاج من 3 ل 5 او من 4 ل 5 لتر مية. فبالتالي كل انتاج الحيوان سواء نمو او سواء لبن ده بيحتاج للمية. المية عنصر اساسي في المنتجات الحيوانية، وبالتالي هو عنصر اساسي عشان يقوم الحيوان بعملية الايه؟ الهضم والاستفادة من الغذاء بتاعه. طيب، المية المثالية او المواصفات الجيدة للمية بتاعتي، المية بتاعتي لازم تكون درجة حرارتها مناسبة للحيوان. دي رقم واحد. يعني ايه؟ يعني في فصل الصيف لازم المية تكون باردة عشان العجل يشرب بحرية ويشرب براحته ويشرب الكمية اللي يقدر ان هو ايه؟ يستوعبها. هتقول لي طب هو بيشرب المفروض يشرب في الصيف قد ايه؟ العجل المفروض وزنه 300 كيلو يشرب من 30 ل 50 لتر مية في العادي، وممكن في الاجواء الحارة او في وقت الصيف يمكن يشرب حوالي 70 لتر في الايه؟ في اليوم. كمان بنلاقي ان المية لازم تكون في الشتاء تكون دافية، ما تكونش المية درجة حرارتها منخفضة قوي عشان العجل مش هيشرب كفايته لو
لو المية كانت درجة حرارتها منخفضة قوي. كمان لازم ان يبقى الاحواض بتاعتنا ليها مواصفات، الاحواض تكون نظيفة وتكون متبلطة او يعني معمولة سيراميك، والارتفاعها يكون مناسب وحجمها يكون مناسب عشان تستوعب كمية المية اللازمة لعدد العجول. فدي نسبة وتناسب ما بين مساحة الحوض وعدد العجول اللي هتشرب منه. الحوض لازم يتغسل باستمرار، لازم يكون في مظلة فوق الحوض عشان درجة حرارة المية ما تكونش المية راكدة، ما تكونش المية فيها طحالب، ما يكونش المية ملوحتها عالية، لأن البعض بيستخدم مية من مية الآبار من غير ما يحللها، فبالتالي لو ملوحة المية عالية هتخلي العجول تستهلك مية أقل، فبالتالي استهلاك العجل لكمية مية أقل. لو قلت المية بنسبة 10% العجل هيقلل استهلاكه من العليقة بنسبة 25-30%، فبالتالي هنا هيبدأ ينزل معدلات النمو بتاعته، او ان انت تستهلك كمية علف اكتر في الدورة عشان تأدي نفس معدل النمو للعجل هيوصل له لو استخدمت مصدر مية نظيف او مصدر مية جديد. كمان بنلاقي ان في بعض المربين بيبقى في خطأ شائع قوي، يبدأ ان هو يستخدم المية او يسقي الحيوانات من مية المصارف او الترع، وطبعا دي بيبقى فيها مسببات مرضية، فيها بكتيريا، فيها طحالب، فيها كمان مصادر للعدوى. مصادر للعدوى ليه؟ لان في عندنا ثقافة خاطئة جدا ونتمنى ان نتخلص منها، ان بعض المربيين معدوم الضمير بيبدأ ان لما يموت عنده حيوان يبدأ يرمي الحيوان ده في الترعة او في المصرف، فبالتالي انت بترمي المسبب المرضي اللي موت لك الحيوان بتاعك، بتحطه في الترعة عشان الناس اللي بتسقي منها او بتروي الزرع منها تبدأ يتنقل لهم المرض ده، فانت كده بتنشر المرض. وده يعني الحمى القلاعية خير مثال على الموضوع ده. دي من ضمن الأخطاء الشائعة اللي الناس بتعملها بالنسبة لإلقائها للحيوانات النافقة في المصارف والترع. كمان بنلاقي ان المية اهميتها عندك مهمة جدا بالنسبة لحيوانات اللبن عشان انتاج اللبن. بنلاقي كمان نوع التغذية نفسه بيأثر على استهلاك الحيوان من المية. لو انت بتغذي الحيوانات على عليقة صيفية او عليقة جافة بتلاقي الحيوانات استهلاكها من المية بيزيد، غير ما تكون بأكل علف اخضر. في حتة مهمة قوي ان العجول الرضيعة لازم ان انت تقدم لها المية زي ما قلنا قبل كده في الفيديو السابق، لازم تقدم لها المية من الاسبوع الثاني عشان المية بتساعد على تطور الكرش بتاع الحيوانات ديتي. فهنا انت تسرع من نمو وتطور الكرش ويبقى الحيوان عندك يوصل ان هو يستهلك العلف اسرع. كمان لازم ننوه ان استهلاك المادة الجافة بيتأثر باستهلاك الحيوان للمية، فكل ما الحيوان هيقلل استهلاكه من المية هيقل استهلاكه من المادة الجافة، ويبدأ ان هو يحقق لك معدلات نمو اقل. طيب الحيوان المفروض يشرب كم مرة في اليوم؟ هنيجي السؤال ده دايما بنتسأله، اللي هو انا عندي حيوانات اسقيها كم مرة؟ الافضل اسقي الحيوانات كم مرة واسقي كمية قد ايه؟ عندنا نظامين في التسمين، عندنا نظام الحيوانات المربوطة وعندنا نظام الحيوانات السايبة. طبعا الحيوانات السايبة هنبدأ بيها ونقول ان الحيوان السايب بيبقى المية متاحة قدامه طول اليوم في خلال 24 ساعة، فوقت ما هو عايز يشرب هيروح يشرب، بس بشرط ان انت تكون المية نظيفة والحوض يكون نظيف وتكون درجة حرارتها مناسبة بالنسبة للحيوان، يبدأ ان هو كده يستهلك منها الاحتياجات. طيب بالنسبة للحيوانات المربوطة نسقي كم مرة؟ نسقي قبل العلف ولا بعد العلف؟ طيب نسقي قبل العلف بقد ايه؟ بعد العلف بقد ايه؟ الافضل ان انت تثبت مواعيد شرب المية زي ما بتثبت مواعيد التغذية. طيب الافضل اسقي قبل العلف ولا بعد العلف؟ لا، اسقي بعد العلف. بعد العلف بقد ايه؟ اول ما الحيوان يبطل ياكل. يعني ايه؟ يعني انا حطيت العلفة بتاعتي الحيوان بياكل، طيب لما الحيوان يوقف اسقي الحيوان. ليه؟ لان هنا الحيوان وقف استهلاكه للمادة الجافة او للعلف بتاعك عشان هو محتاج يشرب عشان يبدأ ان هو يكمل الوجبة بتاعته. طب الحيوانات بتكمل الوجبة بتاعتها كلها وبعد كده تشرب عادي مفيش مشكلة، بس ثبت المواعيد بتاعتك. طيب انا بقى اسقي كم مرة في اليوم؟ الافضل ان انت ما تقلش عن مرتين لثلاثة في اليوم. يبقى 4 احسن؟ 4 احسن. لو سقيت 4 مرات يكون افضل. طيب كمية المية اللي الحيوان هيستهلكها، ادي الحيوان مساحة حرية ان هو يستهلك الكمية اللي هو عايزها. يعني ما تحددش الحيوان الكمية اللي هيشربها، لا انت اديله لغاية ما الحيوان يرتوي او الحيوان يشبع ما عادش عايز يشرب مية.
خطورة ان انت تدي الحيوان المية قبل الاكل، ان انت لو الحيوان شرب قبل ميعاد التغذية، هنلاقي ان الحيوان هيشرب كمية مية كتيرة، والحيوان هنا بيبقى جعان، فهنا بيأثر لي على استهلاكه للمادة الجافة، وبيأثر كمان على معدلات الهضم بتاعته، وممكن يحصل عندك تلبكات معوية او يحصل عندك انتفاخات نتيجة لاستهلاك المية، والحيوان جوفه فارغ او معدته فارغه. لو وصلت معانا لنهايه الفيديو ما تنساش تتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير وكومنت عشان نقدر نستمر ونجهز لك محتوى يفيدك. وما تنساش ما تربيش وخلاص.